السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم زملاء وزميلات الأعزاء. كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. رجعنا تاني بعد أجازة العيد في لقاء جديد من السلسلة اللي احنا بنقدمها كل أسبوع الخاصة بإدارة المشاريع وإدارة العقود، والبودكاست بتاعنا اللي احنا مسمينه عقود ومشاريع، على أساس يعني إن احنا بنحاول نغطي المين الحاجة الأساسية اللي انا مركز عليها دايما، اللي هي مجال الكونتراكت والعقود في عقود الانشاءات تحديدا، وكل المتعلق بيها سواء مطالبات او في فاريشن اوردر او حاجات لها علاقه بالمرحله بتاعت اداره العقود في الكونستراكشن اندستري بشكل عام. وبنغطي كمان فيها مواضيع مختلفه لها علاقه باداره المشاريع، اللي هي اي حاجه تساعد مدير المشروع انه ينجح المشروع بتاعه هتلاقينا بنتكلم فيها. غطينا الحمد لله في الموسم الثاني مواضيع برضو مختلفة في مراحل لها علاقة بالبري كونتراكت ستيج زي البريكيورمنت والمشتريات وغيرها، وبرضو اتكلمنا في مواضيع مختلفة، ازاي اختار نوع العقد بتاعي وعلى اي اساس بختار نوع العقد، وايه هي اهم الكريتيريا اللي انا بختار بيها نوع العقد للمشروع بتاعي، ومواضيع مختلفة للي ما شافهاش قبل كده موجودة كلها متاحة على اليوتيوب، تقدر ترجع لها بسهولة ان شاء الله تعالى. النهارده بقى حبينا كده نعمل ريفريش مره ثانيه بعد اجازه العيد، ونتكلم في موضوع يعني انا شخصيا بعتبره تحدي كبير على المستوى الشخصي، وهتلاقوني دايما بحاول ان انا انوه ليه في المحتوى اللي بقدمه، اطلع اتكلم عنه، اطلع اعمل تريننج فيه مع نفسي انا شخصيا كده، بحيث ان انا احاول اكتسب المهاره اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله. المهاره زي ما اعلنا عنها اللي هي مهاره البابليك سبيكينج او التحدث امام الجمهور، وقوه الاقناع، وازاي تتكلم قدام الناس بثقه وبدون توتر، وفي نفس الوقت تقدر توصل فكرتك بشكل صحيح. والحقيقه لما يعني جينا نتكلم في الموضوع ده ما لقيناش احسن من ضيفنا العزيز اللي معانا النهارده، اكتسب المهاره اللي هو احنا هنتكلم عنها. معلش اللايف دخل، معلش انا اسف على الغلطه دي. فما لقيناش احسن من ضيفنا العزيز المهندس هيثم القط، اللي بصراحه يعني استاذ في الموضوع ده، وبصراحه كمان واحنا بنجهز كده لكواليس الحلقه، فلقيته ده ما شاء الله متحمس، وقال لي كمان انا عايز يعني ايه اتكلم في موضوع بيهم ناس كتير جدا، وكمان في نفس الوقت انا بحبه، هو شخصيا بحبه يعني، وبحب كمان يتكلم فيه. فخلوني كده قبل ما تخش في تفاصيل نرحب بضيفنا العزيز المهندس هيثم. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس، شرفتنا ونورتنا النهارده. اهلا مهندس احمد، انت بقالك 3 دقايق بتتكلم وانا ساكت، وانا مش متعود اقعد ساكت كتير. انا صابر عليك، بس عشان الناس اللي معانا. ازيك يا مهندس احمد؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. هي الحته دي نعتبرها مقدمه للحلقه، اللي هو ايه، تهد اللي قدامك عشان يسكت. مهندس احمد، وشكرا لدعوتك، وشكرا للموضوع، طرح الموضوع، وشكرا لكل الناس اللي هتستثمر شويه وقت او هتعطل نفسها عن شويه حاجات ان هي تسمعنا، فان شاء الله نقدم لهم حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله. انا برضو باسمي يا باشمهندس بكرر شكري مره ثانيه لحضرتك على قبول الدعوه وعلى وقتك. انا عارف اكيد المشاغل والوقت وكده، بس خلينا اقول للناس ان حضرتك المهندس هيثم طبعا هو غني عن التعريف، ما شاء الله تبارك الله، من اصحاب المحتوى المعروف. انا هعرف نفسي، انت هتعرفني؟ لا انا ما اقدرش اتكلم وانت موجود، خلاص هتعرفني يعني ولا كنت هقول بس مقدمه بسيطه. لا انا خلينا انا اقول انا المقدمه عشان بس ايه نختصر. انا هيثم القط، انا مهندس كهرباء. دايما طول عمري بقول انا مهندس كهرباء، بس عمري ما اشتغلت بالكهرباء. انا مهندس كهرباء دفعه 99، شغال من سنه 2001 في مجال المشروعات، وبالاخص مجال الووتر تريتمنت اللي هي معالجه الميه. طبعا من سنه 2001 حتى هذه اللحظه انا شغال في نفس المجال في اداره المشروعات، تمام. واشتغلت شويه في مصر، اشتغلت شويه في السعوديه، بعد كده رجعت في مصر. وانا حاليا دلوقتي انا متخصص في الاستشارات
في تدريب اداره المشروعات وبرده في معالجه الميه. ده باختصار قوي. تمام. شكرا جزيلا لحضرتك يا باشمهندس. ان شاء الله للناس بس اللي عايزه تعرف، احنا في موضوع الحلقه الموضوع هيتقسم لاكثر من محور ان شاء الله، هنحاول نغطيها باذن الله في خلال الساعه باذن الله. عندنا حوالي 4 أو 5 محاور، اهمهم ايه هو البابليك سبيكينج وتعريفه يعني، وايه اللي احنا محتاجين نركز عليه في المفهوم نفسه بتاع البابليك سبيكينج، وهنتاكد كمان وهنعرف هل هي موهبه يعني حاجه الواحد فطريه الواحد بيتولد بيها يعني مثلا، ولا هي مهاره بتكتسب. وبعدين ايه هي اهم الاخطاء اللي بتخلينا دايما حذرين من التعامل في نتكلم قدام الناس بثقه، وكمان ايه هي اهم المهارات اللي احنا محتاجين نكتسبها او نتعلمها عشان نبقى من ضمن المتحدثين اللي عندهم ثقه في نفسهم يعني، وبيقدروا يفسروا الصوره بشكل جيد، واسرار اشهر الناس المشهوره في المجال ده، وايه الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها عشان انمي المهاره دي عندي لو هي مش موجوده ومحتاج اكتسبها. مش عايز اتكلم واخد وقت كتير من وقت الحلقه، عايز اسيب المجال للمهندس هيثم، فخلينا نبدا باول محور يا باشمهندس. ايه هو البابليك سبيكينج من وجهه نظر حضرتك، او ايه المهاره اللي احنا اخترناها النهارده؟ طيب جميل قوي. طب انا نفسي قبل ما تسالني كده على البابليك سبيكينج تسالني سؤال تاني يعني، بس انت للاسف مش هتساله لي، فانا خليني اساله لنفسي. انا نفسي تسالني كده تقول لي مثلا يا هيثم قط، انت مالك ومال موضوع البابليك سبيكينج؟ انت مالك؟ انت راجل بتاع مشروعات وراجل بتاع تنفيذ، مالك انت ومال البابليك سبيكينج؟ الناس دي ليها او الموضوع ده له ناسه، انت مالك بتتكلم فيه ليه يعني؟ اوكي، فده السؤال ممكن اساله لنفسي. اتفضل. انا اصلا سالوا نفسنا وانا بعلن عن الحلقه كنت بسال كل مدير مشروع بيكون عنده مهارات كتير بيشتغل عليها، يروح ياخد تريننج في كذا، تريننج في كذا، تريننج في كذا، وواحده من المهارات اللي احنا محتاجين نكتسبها هي دي، لانها مهمه مدير المشاريع. انا هقول لك ليه بقى انا مهتم بالموضوع ده. انا اكتشفت بعد سنين طويله في المجال، تمام، ان انا في عندي حته ما كنتش بهتم بيها خالص. بهتم بفنيات الشغلانه، مدير مشروع، تمام، ودايما مهتم ان انا انفذ المشاريع، وتعرف شغل الاستشاريين وشغل المقاولين شغل المقاولين وكل القصه دي. فاكتشفت ان في نقطه مهمه جدا، لا نقطه فارقه بتعمل فرق كبير. دي اكتشفتها امتى؟ لما شفتها عند بعض الناس، تمام، لا ان في الجزء التكنيكال او الجزء الفني ده جزء مهم جدا، بس في جزء مكمل ليه، ان هو ازاي ان انا اعرض افكاري، ازاي ان انا اقنع اللي قدامي، ازاي ان انا اتفاوض مع اللي قدامي، تمام، ازاي اعرض افكاري بتسلسل منطقي بحيث ان الراجل اللي قدامي يفهمني، يقتنع باللي انا بقوله كنوع من انواع الاقناع يعني. فاكتشفت ان انا مهمل الجزء ده تماما، وده مش انا لوحدي، ده هقول لك 99.9 من الناس اللي شغالين في المجال دوت احنا بنهمل الجزء دوت. احنا فاكرين دايما ان الجزء الفني هو ده الجزء اللي بيميزني، فانا اكتشفت لا، الموضوع مش كده يا جماعه. مع احترامي طبعا للجزء الفني، تمام، ومع احترامي لكل الفنيات، ان انت راجل مهندس تصميم شاطر، مهندس تركيبات شاطر، مهندس كونستراكشن شاطر، مهندس عقود زي المهندس احمد كده شاطر، على عيني وعلى راسي، بس في جزء مكمل مهم جدا. انا ازاي اعرض نفسي، ازاي اعرض افكاري، ازاي ما ادخل اجتماع، اوكي، اعرف ان انا اتكلم والناس تسمعني والناس تقتنع بيا وتفهمني، تمام. اصل البابليك سبيكينج ده يعني علم واسع شويه، مش حته بس ان انا قصادي جمهور كده كبير بقعد اكلمهم، لا، البابليك سبيكينج ده ممكن يكون 1 تو 1، واحد لواحد بيتكلم معاه، ممكن يكون في اجتماع، في غرفه اجتماعات صغيره، ممكن يكون في غرفه اجتماعات كبيره، ممكن يكون مع عميل، ممكن يكون مثلا في مثلا مؤتمر زي ما انت حضرتك كان عندك مؤتمر كده في الفيدك من وعملت شغل ممتاز، الله ينور عليك. بتقف على الستيج، دي الحاله الاكستريم بقى اللي هي اقصى حاجه بقى، تقف على الستيج وبتكلم ناس. فانا اكتشفت ان الجزء ده مهمل، فما بدات انتبه وبدات ان انا امارس الموضوع وابتدي ان انا اقرا فيه، لا، عمل معايا فرق كبير جدا. فانا ليه هيثم القط بيتكلم في الموضوع ده؟ ان انا بقول الموضوع ده يا جماعه مهم وهيعمل فرق زي ما هنشوف كده مع بعض. فده اول سؤال انا سالته لنفسي وجاوبته، اجابته حلوه. طبعا حلوه، بس انا خلينا ناكد عليها ان حضرتك ممكن تكون، خلينا نصيغه بشكل ثاني، حضرتك جاي من المستقبل للناس اللي لسه متخرجه جديد والناس اللي خبره مثلا 3 4 سنين ومركزين قوي على الجزء التكنيكال. كلنا بناخد كورسات في البدايه لا ازاي مش الفريش ومش ال3 4 سنين، ده في ناس عندهم 15 و20 سنه خبره ومش مهتمين بالحته دي.
ده عند كل الناس. بس الاولى بيه قصدي ان حضرتك اكتشفت ده مؤخرا بعد مثلا ايه 10 سنين مثلا او اكتر او اقل. اكتشفت ده مؤخرا، فاحنا جايين من المستقبل للناس اللي لسه متخرجه جديد وبتتفرج علينا. لا يعني انت حضرتك لو بتبدا في اي تخصص او اوريدي بتشتغل في اي تخصص من التخصصات، المهاره دي ما ينفعش تهملها نهائيا. ماشي. وهنقول ليه دلوقتي. تمام. طيب خلاص. ايه هو البابليك سبيكينج؟ تمام. او التحدث الى الجمهور. انا ما بحبش اتكلم بالانجليزي، او لو هقول كلمه انجليزي هترجمها. تمام. تحدث الجمهور يا جماعه، ده الموضوع ده من زمان، اللي كان اسمه الخطابه، ان انت يكون خطيب، واحد بخطابه والالقاء. ده من زمان قوي، بس كان الموضوع ده كان مقصور على مين؟ على السياسيين، الادباء، الفلاسفه، واحد محامي، رجال الدين. تمام. هم دول كان تخصصهم موضوع الخطابه. تمام. ليه الموضوع دلوقتي بقى في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، لما دلوقتي طبيعه الشغل اتغيرت، تمام، طبيعه الفنيات اتغيرت، بقت في ناس كتيره جدا منخرطه في بيئه عمل، تمام، محتاجه مهارات اكتر. فالموضوع البابليك سبيكينج او التحدث للجمهور بدا يظهر كنوع من انواع السوفت سكيلز او المهارات الناعمه، او مش المهارات الناعمه، انا بحب اسميها المهارات الانسانيه. تمام. المهارات الانسانيه زي التفاوض، زي التواصل، حل المشاكل. لا، فالبابليك سبيكينج او الخطابه او التحدث للجمهور برزت لحاجه كويسه، يعني لسبب مهم وجوهري جدا، ان هي بقت شيء اساسي مكمل للشغل الفني اللي احنا بنعمله. فده باختصار قوي موضوع التحدث للجمهور. التحدث للجمهور يا جماعه مش قصه ان انا بتكلم بقول شويه كلام وخلاص. يعني طب انا ممكن ابعت لحضرتك ايميل مثلا، انا في دماغي افكار كتيره وعايز اقنعك بحاجه، فاكتب ايميل طويل عريض واخلي كمان التشات جي بي تي يظبطه لي تظبيطه كويسه وابعته لحضرتك. لا، الموضوع مش كده خالص. لا، احنا بشر بنحب نتواصل مع بعض. انا احب ان انت تكلمني وتقنعني بفكرتك، ابتدي اسالك اسئله وابتدي ان انا اقول لك الاسباب اللي انا خلتني انا اعرض فكرتي، ايه المميزات وايه العيوب. احنا بشر بنحب نتكلم مع بعض. تمام. فعشان اقنعك بفكرتي لازم ان انا اعرض فكرتي بطريقه معينه، بشكل معين. طبعا بيدخل فيها الكلام، البادي لانجوج بتاعتي او لغه الجسد، طريقتي في الكلام، طريقتي في السرد، طريقتي في العرض. هو ده الموضوع البابليك سبيكينج باختصار. طبعا البابليك سبيكينج مش ان انا اقف على الستيج وفقط، لا، البابليك سبيكينج او التحدث للجمهور انت بتتعامل مع ناس ازاي في ميتنج، في اجتماع. تمام. انا زي ما قلت كده الحاله الاكستريم ان انت تقف على ستيج وتكلم ناس بس. فده باختصار قوي موضوع البابليك سبيكينج يعني. تمام. ابسط مفهوم على فكره انا عرفته الموضوع البابليك سبيكينج، يعني باختصار هو جزء اساسي من حياتنا اليوميه، بغض النظر انت فين مع مين في البيت. انا في ناس في موضوع عادات العرب كده، زمان كنا نشوف واحد كده يقعد في القعده ياخد القعده لحسابه، كنا بنسميه ده بيقفل على القعده. الناس كلها مجبره انها تسمعه من طريقته، من اسلوبه، يطلع من موضوع يخش في حدوته، يخلص حدوته، يحكي قصه وهو مش عارف شيق. بالظبط شيق، فما يديش فرصه لحد ان هو يتكلم. تمام. طيب يا فندم، هو بالنسبه لنا البابليك سبيكينج ده قلنا هو جزء اساسي في حياتنا. طب هل هو حاجه فطريه، موهبه فطريه في الناس، يعني الناس بتتولد بيها زي الذكاء، زي مثلا يسمع كويس، شاطر، صوته حلو، بيغني، بتاع كل الحاجات دي؟ على فكره سؤال مهم وكل الناس بتساله، وده سؤال منطقي جدا. اوكي. بس انا عندي عشان اجاوب السؤال عندي خبرين، واحد فيه خبر وحش وفيه خبر حلو. ابتدي بالوحش ولا الحلو؟ اللي حضرتك تشوفه. ابتدي بالوحش. اوكي. الخبر الوحش ان يا جماعه معلش، البابليك سبيكينج او التحدث للجمهور لا، هي حاجه صعبه، وحاجه علماء النفس وعلماء اللي هم المتخصصين في التواصل بيصنفوها من ضمن الحاجات الصعبه جدا الانسان يعملها. ان انت حضرتك تخيل كده تقف في ستيج قدامك مثلا 100 واحد، 200، 1000، 2000، ان انت تتكلم ليهم. لا، دي فيها فوبيا، يعني دي من درجات الفوبيا اللي هو الواحد بيخاف منها. فده اول حاجه، ده الخبر الوحش يعني. تمام. اول خبر بقى كويس، بس قبل ما اقول لك الخبر الكويس انا هقنعك بحاجه، يا هقنعك يعني. تمام. بحاجه معينه دلوقتي، او هقنع كل الناس يعني. انا لو سالت حضرتك سؤال او حد من اللي موجودين معانا، لو قلت لك دلوقتي كلمني عن نفسك في 3 دقائق دلوقتي واحنا على اللايف،
مهندس احمد بعد اذنك كلمني عن نفسك بما لا يزيد عن 3 دقائق. تمام؟ فانت هتقعد ايه عن نفسك؟ ده اسهل حاجه. هو مين في حد يعرف نفسك اكتر من نفسك؟ محدش يعرف. هتبتدي ايه تجيب يمين وشمال. طب انا هبدا من ايام ما كنت في الكي جي، ولا من الجامعه، ولا لما بدات اشتغل؟ طب هتكلم عن ايه؟ وهتبتدي بقى تقول وايه، واتخرجت سنه كذا واشتغلت سنه كذا، وهتبتدي تلقلق وهنبتدي نمل منك، مع ان الموضوع شايفه سهل. تمام؟ طيب دي الحاله الاولانيه. طب انا قلت لك يا مهندس احمد كلمني عن نفسك، بس خد ورقه وقلم، اقعد على جنب شويه، رتب افكارك، اكتب انت هتتكلم في ايه، اقعد ربع ساعه كده، تلت ساعه، رتب افكارك وتعالى كلمني. تمام؟ هتلاقي الموضوع اتحسن شويه، صح؟ ما انت بدات بنسبه كبيره طبعا. بنسبه 20% 30%. طيب صح. لو قلت لك مهندس احمد كلمني عن نفسك بس بكره، روح بيتكم اتكلم، اكتب الافكار وابتدي تدرب مع نفسك وتعالى كلمني بكره. هتلاقي الحاله بقت احسن ولا مش احسن؟ افضل طبعا بنسبه 60 70% بالظبط. حلو قوي. هتيجي تكلمني عن نفسك، فانا انا واحد خبير يعني، هبتدي ادي لك شويه ملحوظات، اقول لك لا دي ما بتتقالش كده، الدخله الصح المفروض تقول كذا كذا كذا، البادي لانجوج بتاعت حضرتك هتدي شويه ملحوظات. تمام؟ اقول لك خد الملحوظات ديت وروح بيتكم تاني، اقعد اسبوع 3 4 ايام، اتكلم تاني وتعالى لي. هتلاقيك مثلا من الحاله الاولى للحاله الثانيه انت اتحسنت بنسبه 80% 90%. فرق شاسع. ما معنى هذا الكلام؟ ان البابليك سبيكينج او التحدث للجمهور هي حاجه بتيجي بالممارسه، حاجه بيتم تعليمها. فده الخبر الكويس. تمام؟ الخبر الكويس يا جماعه، لا انت ما تتخيلش او تحط في دماغك مفهوم غلط ان انت ما بتعرفش تتكلم قصاد الناس. يا جماعه انا كنت بتكلم كده يعني من فتره. تمام؟ يعني وتحديدا من سنه 2019 دي النقله اللي انا نقلتها في موضوع البابليك سبيكينج. انا ما كنتش بتكلم كده خالص يعني، كان اسلوبي ما كانش كده، طريقتي ما كانتش كده، ما كنتش اعرف اتكلم كده. تمام؟ فالموضوع بيجي بالتدريب. ده اللي انا عايز ارسخه في عقل الناس. يا جماعه الموضوع صعب بس بيجي بالتدريب، زيه زي اي حاجه تانية في الحياه. حضرتك كده افتكر اول مره سوقت العربيه كنت عامل ازاي، وبعد 2 3 5 سنين بقيت بتتكلم في التليفون وبتشرب حاجه وبتتخانق مع مراتك في التليفون عشان طالبه منك شويه حاجات تجيبها وانت جاي كده يعني. تمام؟ فالموضوع بيجي بالتدريب. ده الخبر الكويس يعني. يعني المختصر الاجابه بتاعت السؤال الثاني، الموضوع مش موهبه ولا حاجه. في ناس طبعا بتبقى موهوبه، ولكن انت لو ما عندكش الموهبه دي تقدر تكتسبها بسهوله بالتريننج، بالممارسه، بانك تاخد كورس، تتعلم، تتابع الناس المتميزه في المجال، تستمر، تحضر قبل الحاجه، قبل الموضوع قبلها بوقت كافي. عندك اجتماع مثلا مهم تحضر له قبلها بوقت كافي. عندك يعني انا اقنعتك ولا ما اقنعتكش؟ لا انا اقتنعت. بس بخصوص حضرتك لما اشرت الموضوع المؤتمر احنا اتكلمنا عنه في فيديك ده، فعلا انا الموضوع بالنسبه لي كان مرهق جدا نفسيا. يعني انا الكلام انا كله عارفه والحمد لله يعني، واتكلمت فيه اكتر من مره، بس انك تطلع تتكلم على ستيج قدام ناس وكلهم ما شاء الله تبارك الله اسماء معروفه في المجال، الواحد كانت روحه بتطلع منه اول ما بدا. انا يمكن قلت لك طبيعي قلت لك، وبعدين بقى تبقى في دماغك اكتر من موضوع. يعني هو انا كده بتكلم كويس، البادي لانجوج اوكي، الكلام مترتب، التون كويسه، النفس، يعني شويه عوامل كده اللي حضرتك بقى هتقولها لنا ان شاء الله خلال اللقاء باذن الله. طيب ال احيانا مهندس هيثم بيكون احنا مرتبين الكلام كويس جدا ومذاكرين كويس جدا، تكنيكال مثلا داخل احضر اتكلم في موضوع مثلا ديزاين ولا اي حاجه من شغلنا، وبعدين اكتشفت ان انا الكلام مش راضي يطلع، او بقول كلمه قبل كلمه، بقول حاجه قبل حاجه، بدات بالخطا قبل الصح، متوتر اكتر، فبان ان انا مهزوز. ايه بقى اشهر الاخطاء اللي بتخلينا ما نطلعش الحاجه اللي جوانا بصوره كويسه للناس؟ طب بص، انا مش عايز اقول اشهر الاخطاء، خليني اخد بس خطوه كده اساسيه تاسيسيه يعني. تمام؟ وخليني اكلمك عن اهم 11 مهاره لازم حضرتك تبقى عارفهم عشان تعرف تتكلم كويس، تتكلم مظبوط، تتكلم قصاد الناس بطريقه مظبوطه، لو تسمح لي يعني. اتفضل. طيب فانا خلينا كده ايه نتكلم كده. هتلاقي الموضوع اللي انا بتكلم فيه ال 11 نقطه دول منطقيين وماشيين كده بالترتيب بتسلسل منطقي خالص. انا دايما يا مهندس احمد اقول لك سر،
تمام. اما بحب اجي اتكلم في موضوع، انا راجل بتاع ميه، راجل بتاع ووتر تريتمنت، معالجه ميه. فدايما ده بجد اما باجي افكر في موضوع، دايما بفتكر صوره الميه وهي ماشيه في الانايه، عارف الانايات اللي هي بتاعت الفلاحين، تمام. والميه ماشيه كده بسلاسه، او مثلا بتبص على نهر النيل وتلاقي الميه ماشيه بسلاسه كده. فانا دايما بحب ان تكون افكاري ماشيه بسلاسه كده، تمام، زي الميه بالظبط. تمام. شوف الشغلانه طبعت عليا، فانا دايما بفكر كده ايه، ان انا لازم افكاري تكون ماشيه بمنطقيه جدا عشان اللي قدامي يفهمني. فانا هقول لك دلوقتي 11 نقطه، تمام، والناس هتشوف الموضوع منطقي شويه، بس ايه، اصبروا معايا شويه. طيب، في 11 مهاره لازم حضرتك تبقى حاططهم في دماغك وانت بتتكلم للجمهور. اول حاجه، اول نقطه، اختيار الموضوع اللي انت تتكلم فيه. ده اول حاجه، يعني انت مطلوب منك تتكلم في حاجه. ألف ب مطلوب من حضرتك تتكلم في حاجه، فانت لازم يكون عندك، عشان تتكلم في حاجه لازم يكون ليها شرطين. الحاجه اللي انت تتكلم فيها، حاجه اولا بتفهم فيها، دي اول نقطه. والنقطه الثانيه، حاجه الناس عايزه تسمعها. ما انا ممكن اكون بفهم في حاجه او بحب حاجه واجي اتكلم فيها، الناس مش عايزه تسمعني. فده الشرطين، اللي هو اختيار الموضوع. انت حضرتك عايز تتكلم في ايه، او مطلوب منك تتكلم في ايه، فافهم في الموضوع ده اولا. يعني اختيار الموضوع، افهم الموضوع، ولازم الموضوع والكلام اللي انت هتقوله يكون ملمس مع الناس اللي انت بتتكلم معاهم. لما حضرتك تدخل اجتماع، تمام، وقاعد فيه سي او، مش الراجل ده بيبقى عايز يسمع حاجه محدده. السي او ده بيحب يخش في تفاصيل مثلا، او جي ام، لا مش يخش في تفاصيل. عايز قول لي تقول له الخلاصه. الخلاصه، انا المشروع بتاعنا كذا، صرفنا كذا، احنا البروجرس بتاعنا كذا، او تقدمنا في الشغل كذا، هنقفل كذا، عندنا مشاكل كذا. بس ممكن تتكلم في 5 دقائق. غير لما تيجي تتكلم مع مديرك، غير لما تكون متكلم مع الاستشاري، غير لما تكون مع مقاول باطن. فالموضوع نفسه ده اول حاجه، اختيار الموضوع. افهم في الموضوع، انت افهم فيه واعرف تتكلم فيه كويس. ثانيا، لازم يكون الموضوع مناسب للناس اللي انت بتتكلم فيهم. دي اول نقطه. طيب، النقطه الثانيه، لازم حضرتك تفهم الجمهور بتاعك. تمام. انت رايح تكلم مين؟ زي ما انا قلت كده، تمام، انت رايح تكلم مين بالظبط؟ وهل الناس اللي انت رايح تكلمهم دول، اللغه والمصطلحات اللي انت هتقولها، هل هم بيفهموها ولا ما بيفهموهاش؟ ما انا خلي بالك، انا ممكن اكون قاعد مع 3 4 زمايلي كلنا من نفس الفيلد، فاقعد هقول شويه مصطلحات كلنا هنفهمها، تمام، غير اما اروح لناس من ثقافات مختلفه، من باك جراوند مختلفه، بقول نفس المصطلحات والناس مش فاهماني. خلينا اديك تيست كده بسيط. ما اعرفش انت الناس معانا في الشات ممكن يتشاركوا معانا؟ يكتبوا لنا في الشات. الناس كلها معانا على لينكدين وعلى اليوتيوب وكمان على الفيسبوك. هدي لك تيست كده بسيط. مهندس احمد او الناس اللي معانا، فكروا في كرسي. فكر كده، بص، غمض عينك وفكر في كرسي. تمام. فكرت؟ ماشي. ايه جه في دماغك؟ الكرسي اللي جه في دماغك ايه؟ الكرسي اللي انا قاعد عليه. حلو. طب الناس اللي معانا ممكن يقولوا مثلا فكروا في ايه مثلا؟ حد مثلا فكر في ايه الكرسي مثلا اللي فكر فيه؟ الناس تكتب لنا في الكومنت يا شباب بعد اذنكم، لو حد عايز يشارك يعني. بس هو في اجابات مختلفه. هو كرسي يعني. ايوه ماشي، ما انا بقول لك كرسي. انا قلت كلمه كرسي، خلاص. تخيل كرسي، حاجه بسيطه خالص. لو الناس مش هتشارك قول لي عشان نكمل، ما نقفش كتير يعني. طب احنا ممكن حضرتك تكمل وهم يكتبوا لنا في الشات واعرض لحضرتك اللي هيوصل. نعم. طيب، يا الاستاذ انت حضرتك بقول لك كرسي الشغل اهو. نعم، بقول لك كرسي الشغل، بقول لك الكرسي بتاع الشغل، عرضتها على الكرسي بتاع السكرين. الشغل. حلو. انت حضرتك فكرت في الكرسي اللي انت قاعد عليه، والباشمهندس يحيى قال كرسي الشغل. طيب، انا بصراحه انا فكرت في كرسي الحلاق اللي انا بحلق عنده. ما اعرفش، جت في دماغي، ما هو كرسي برضه. تمام. وفي واحد تاني افكر في كرسي العربيه. مهندس عاصم بيقول لك كرسي الصالون بتاع الحلاق. تمام. انا قلتها قبل. اوكي. في واحد تاني هيفكر في كرسي. عجبها المثال. مهندس سامح بيقول لك كرسي بلاستيك من حبه كويسين. كرسي سياره عبد الفتاح. بسمه بتقول لك كرسي بسيط قوي عادي، يعني اي كرسي. كرسي خشب. محمد ابراهيم. شكرا لكم يا جماعه. تمام، الفكره كده وصلت. انا قلت يا جماعه، انا قلت مثال بسيط قوي، كلكم حضراتكم تخيلتوا حاجه تاني خالص مختلف عن التاني. معنى ذلك الكلام ده ايه؟
ان كل واحد بيبص للحياه من عدسه مختلفه. انا ليا عدسه مختلفه وحضرتك بتبص من عدسه مختلفه. فاوعى تتخيل اما تيجي تفكر وتفهم جمهورك، اوعى تتخيل ان هم كلهم بيفهموا نفس الفهم بتاع حضرتك. تمام؟ المصطلحات، حتى المصطلحات البسيطه، اوعى تتخيل ان هم فاهمين نفس الحاجه. تمام؟ المثال البسيط دوت، كلنا بنبص من عدسات مختلفه. فانا كبابليك سبيكينج او راجل في الخطابه او راجل بتكلم قصاد جمهور، لازم اكون حريص ان انا اوصل الفكره بتاعتي زي ما انا عاوزها بالظبط. اوكي؟ من اللينس بتاعتي او العدسه بتاعتي، عشان ما اسيبش كل واحد يسرح بخياله. فده تاني موضوع، ان انت حضرتك تفهم الناس وتفهم هم بيفهموا ايه بالظبط. دي تاني حاجه. طيب ثالث حاجه، اما اجي اتكلم، ايه المقدمه اللي انا هقولها للناس اول ما اجي اتكلم؟ المقدمه اول حاجه، المقدمه اللي انا هتكلم دي، المقدمه لو رتيبه ممله، تمام، الناس هتبتدي تفصل مني. الناس خلي بالك بتحكم على الشخص اللي قدامهم من اول 30 ثانيه. دي حقيقه فعلا. تيجي تبص كده تلاقيه بيتكلم بهذه الطريقه على طول بيفصل. ممكن انسان يفصل منك بعد 30 60 ثانيه في الاول قوي. يعني لو هو كريم معاك قوي هيديك دقيقه، تمام، بعدين هيبتدي يحكم عليه. فانا عاوز الدخله بتاعتي تكون داخله، لا بيسموها الهوك او الخطاف، ان انا عايز اخطفك، انا عايز اشدك، انا عايزك تكمل معايا. لو احنا بنتكلم في بودكاست مثلا لمده ساعه، لا ده انا مهتم ان انت تكمل معايا للاخر، لان انا هقول لك حاجات حلوه. ودي حقيقه فعلا، الناس اللي هتكمل معانا للاخر لحد اخر لحظه هتسمع معلومات جديده. تمام؟ فده انا مهتم. فالهوك ده لازم حضرتك تفكر فيه، مش كده وخلاص. تمام؟ تمام. فدي ثالث حاجه. طيب رابع حاجه، نعم ثالث حاجه انا اقول رابع حاجه، نفكر الناس ان هم 11 حاجه، احنا كده قلنا 3 وداخلين على الرابعه، صح؟ دي الرابعه. الرابعه بقى تنظيم الكلام. كل كلام في الدنيا يا جماعه ما هو الا ايه؟ زي ما كانوا بيعلمونا في المدرسه، مقدمه والبادي، الجسم والخاتمه. تمام؟ صح ولا غلط؟ صح. فالمقدمه غير البادي غير الخاتمه. المقدمه دي ممكن ادي بريف كده سريع او ملخص، انا هقول ايه، هتكلم في ايه، بس عشان الناس تبتدي تنتبه معايا. البادي نفسه له ترتيب، في افكار متسلسله هبتدي اقولها، احطها 1 2، انا هتكلم في ديت، وبعد ما اتكلم في دي بفرض انا بعرض فكره جديده على السي او بتاع شركتنا، فبدي له بقول له فكره جديده، الفكره ديت هتوفر بالكم يا جماعه. انا بقول الحاجات دي سريعا جدا، الحاجات دي بتتاخد في كورسات، بس انا لازم ايه المس بس في حاجات سريعه. فتنظيم الكلام نفسه لازم يكون منطقي. وانا قلت لك من شويه في مثال كده اللي هو مثال الميه، ده اللي انا بفكر فيه دايما، لازم الايه الكلام يكون متسق كده مع نفسه. فدي رابع حاجه. طيب خامس حاجه، لما اجي اتكلم عشان انت حضرتك تصدقني لازم ادعم كلامي بادله، صح، بارقام، بحقائق. انا بدي لك مثلا ملخص عن التقدم اللي حصل في المشروع، تمام، فانا بقول لك في ارقام، خلصنا كام في الميه، عملنا كام في الميه. او مثلا انا دكتور، مش دكتور، انا واحد، الناس اللي هم بتوع الميديكال ريب دول، اللي هم اللي بتوع الادويه، يقول لك ده احنا عملنا النتائج وتحاليل وكذا، ودي الارقام ومعايا الورق وبتاع. فلازم ادعم كلامي بادله، تمام، عشان الناس تصدقني. صح ولا غلط؟ صحيح. طيب صحيح. طيب السادس حاجه، تمام، اختيار الكلمات. خلي دايما في تصور خاطئ ان انا كل ما استخدم كلمات صعبه ومعقده وتكنيكالي عاليه الناس كده ايه هتنبهر بيا. لا، صح. انا بقول لحضرتك كل ما كل كلامك يكون بسيط ويوصل بسرعه للناس، صدقني انت كده هتدي امباكت او تدي امبريشن او تدي انطباع اقوى. اختيار كلماتك المناسبه البسيطه. طبعا انا بتكلم بسرعه، خلي بالك. تمام، الموضوع ده فيه تفصيلات كتير، بس كل ما الكلام يكون بسيط ومنطقي واختيار كلماتي الناس بتفهمها بسرعه بدون ما تشغل دماغها كتير وتقول وتجيب يمين وشمال هو قصده ايه ومش قصده ايه، تمام، والكلام يكون مناسب للحدث اللي انا بتكلم فيه، كل ما يكون ده افضل. تمام، اختيار الكلمات. تمام. سابع حاجه التون فويس، صوتي بيعلى وبينزل، مش حاجه بيسموها ايه المونو فويس، اللي هو عارف الناس اللي بتتكلم دول، انا اسمي كذا محمد وبشتغل كذا، شايف ايه، انا ممكن انام، انت ممكن تناموا مني مثلا. لا، صح.
الصوت، طبقات الصوت، وبعلى اما اجي عايز اعمل ستريس على حاجه مثلا، عايز اكد حاجه، فطبقه صوتي تعلى شويه. تمام. شويه. في بص، اما تبقى عايز توصل لواحد ان في حاجه مهمه، ممكن تعملها العكس، يعني ايه، توطي صوتك قوي عشان وتعمل عليها ستريس وصوت واطي. دي بتدي تاكيد ودي بتدي تاكيد، بس يعني مش دايما مش تون واحده طول الوقت. لازم على طول تغير التون بتاعك. الهدف ايه؟ ان الناس تصحصح معاك، الناس تفهمك، الناس تقتنع بالكلام مش تنام منك. تمام. فده الفويس، طريقه الكلام او الصوت. طيب لغه الجسد، انت لو لاحظت حاجه يا مهندس احمد، انت زهقت ولا ايه؟ انا شايفك حاسس انت زهقت. انا بالعكس والله انا مستمتع جدا. لو زهقت مش مشكله، هكمل برضه. ماشي. تمام. لغه الجسد، انت لو حضرتك لاحظت، انت هتلاقيني بتكلم بايدي كتير. تمام. انا ايدي جزء من بقي، يعني انا بتكلم بايدي. تمام. لغه الجسد، ولازم تدي حضرتك للشخص اللي قدامك انطباع ان انت عندك ثقه. ده بتديه ازاي؟ مش بالصوت بس، بصوتك، بالاي كونتاكت، او بنظره عينك، ان انت باصص في عين اللي قدامك. انت لو خايف من الشخص الثاني هتلاقي عينك رايحه يمين وشمال، مش قادر تبص له. ده بيدي انطباع ان انت مش واثق في الكلام اللي انت بتقوله. لغه الجسد فيها تفصيلات وفيها كتب كتيره، بس ديت ايه، حاجه من الحاجات. طيب، استخدام الوسائل البصريه او الوسائل المساعده، باوربوينت، رسمه، جراف، مش عارف ايه، دي حاجات برضو من ضمن الحاجات لازم حضرتك تفكر فيها. الحاجات البصريه بنسميها الحاجات البصريه اللي الوسائل البصريه. طيب، 10 حاجه، الاقناع. انا اما اجي اقنعك بفكرتي، وده علم كبير قوي بقى، ان انا اقنعك، وسائل الاقناع، واقنعك بفكره هقنعك بيها ازاي، واعرض المميزات والعيوب، واعرض مثلا الاراء الكتير عنها عشان اوصلك لحاجه. قصه كبيره جدا ان انا اقنع حضرتك. ده علم لوحده، علم الاقناع. لازم حضرتك تفكر وانا هقنع الشخص اللي قدامي ده ازاي. وفي تاكتكس كتير قوي. اصل موضوع الاقناع ده دايما ملمس مع الجزء بتاع النيجوشيشن او التفاوض. صح. ان انا لما اتفاوض معاك، فهم دول متقاطعين مع بعض. طبعا انا بتكلم في الموضوعين يعني. تمام. وممكن تلاقي في فيديوهات كتيره انا بتكلم في موضوع النيجوشيشن سكيلز او مهارات صح صحيح. التفاوض. انا كنت هعلق على الحته دي، كنت هعلق فعلا على الحته دي. معلش يا مهندس هيثم، كنت هعلق على الحته دي ان في جزء مشترك كبير جدا بينها، بين المهارات بتاعت انك تتحدث قدام الناس بثقه، وبين النيجوشيشن سكيلز. برضو النيجوشيشن اوقات كتير جدا نفس المهارات اللي حضرتك ذكرتها لحد دلوقتي اللي هم السبعه تقريبا دول، مرتبطين برضو بالنيجوشيشن. التون، انك تركز مع اللي قدامك، لغه الجسد، الكلام مرتب، تبدا بايه وتنهي بايه، وهكذا. حاجات دي 10 حاجات. اخر حاجه الختمه بتاعتك. انا هختم كلامي بايه؟ انا هختم كلامي يا اما هدي ملخص انا قلت ايه سريعا، اوكي، او ان انا حاجه بيسموها كول تو اكشن، او ان انا اتكلمت كلام كتير عشان انا طالب منكم تعملوا حاجه معينه، تشتروا مني منتج، تقتنعوا بفكرتي، اغير فيكم قناعات. ففي حاجه اسمها كول تو اكشن، ان انا هطلب منك حاجه بعد ما خلصت. انا بطلب منك حاجه، هتعمل كذا، هتشترك، هتشتري، هتبيع، هتعمل. فدي حاجه اسمها كول تو اكشن. فدول 11 نقطه عشان حضرتك بتيجي تفكر او تيجي تفكر في البابليك سبيكينج. دي بص، نفس الكلام ده طبقه على اجتماع، طبقه على ان انت واقف قصاد ستيج وبتكلم مجموعه من الناس، او بتكلم مديرك 1 تو 1، انتوا الاثنين مع بعض. هي نفس الكونسبت، نفس ال 11 حاجه دول. اقول لهم كده سريعا: اختيار الموضوع، فهمك للجمهور، اوكي، المقدمه، تمام، التنظيم اللي بتدعم كلامك بادله، اختيار الكلمات، طريقه الكلمات والتون اوف فويس زي ما بيقولوا، لغه الجسد، تمام، استخدام الوسائل البصريه المساعده، تمام، الاقناع، والخاتمه. حلو كده؟ وفيت انا صح؟ ما شاء الله تبارك الله. الاخطاء بقى عكس دول، عكس اللي انت قلتهم دول، اللي هم اي حاجه مش من ضمن ال 11 دول. اعمل بقى عكس الكلام دوت. بص، كل ال 11 دول اعمل عكسهم، يبقى دي اخطاء. يبقى احنا كده جاوبنا السؤال رقم 3. اشهر الاخطاء او اكثر الحاجات اللي ممكن ما تخليش فكرتك توصل بسرعه هي عكس ال 11 نقطه دول. المهندس خالد بيقول لحضرتك انت ليك محاضره عن التفاوض ممتازه، بس محتاجه 3 ايام عشان تهضمها. الحمد لله.
تمام. وبرضه مهندس خالد بيقول لك المصريين بيتكلموا بلغه الجسد اكتر حاجه عندهم، مشهورين بالحته دي، مشهورين. المصريين، الايطاليين، الجماعه بتوع البحر المتوسط بوجه عام يعني. انا فعلا عندي مشكله ان انا ما بستخدمش ايدي اثناء الكلام. مره واحد بعت لي قال لي بعد ما خلصنا قال لي ممكن بقى اقول لك على حاجه، قلت له، قال لي تقلل ايدك شويه. طبعا خلي بالك انا بس بتكلم بايدي دلوقتي، انما على الستيج لا، الموضوع تاني بقى مختلف. انا بتمشى، بعمل، بميل، بمشي حوالين لا، قصه تانية كبيره قوي. معلش برضو انا هقول للناس يعني ايه. انا كنت مشير فيديو، كنت مدي كده عامل سنابات من وانا كنت على الستيج يعني في كذا مؤتمر يعني، وشلت الصوت وخليت بس لغه الجسد وانا بتكلم وانا بتحرك، وقلت الناس ركزوا في ايه. فلا يعني في ناس عجبها، لا قال لك لا الموضوع مختلف زي ما انت متخيل. لا ده انت لازم تتحرك وتعمل وتبص وتبتسم وتعمل ستريس، لا قصه كبيره يعني. صحيح عندك حق. فعلا كل التعليقات اللي وصلتنا من الزملاء اللي شرفونا بالحضور كلهم بيأكدوا على انه فعلا موضوع البابليك سبيكينج موضوع مهم، بيحتاج تدريب، بيحتاج تريننج تقدر تكتسبه لو هو مش موجود بالفطره. و يعني الناس اقتنعت بكلامي يا مهندس احمد؟ طبعا انت ما شاء الله عليك. حد يقدر يقول حاجه غير كده؟ لا انا خلي بالك انا جاي اقنعهم، تمام يعني. انا جاي اقنعهم، وجاي فعلا دي بامانه يعني. انا جاي بحاول اقدم قيمه للناس، تمام. انا خلي بالك انا مش جاي ابهر الناس، انا جاي اقدم قيمه للناس. مش مهم انا قوي، تمام، طالما انا مقتنع بالكلام اللي انا بقوله بيبان عليا، تمام. لان كده بتكلم بانرجي، بتكلم بثقه، بتكلم ده خلي بالك نتيجه سنويه ان انا مقتنع بالكلام. خلي بالك، تمام، ان انا مقتنع بالكلام قوي، مقتنع بالفكر قوي، فبيبان عليا، بيبان على انطباعاتي، بيبان على البادي لانجوج، تمام. احنا كلنا بنعرف نفرق ما بين اللي بيعمل ايه، بيبقاش مقتنع من جواه بيبان عليه قوي يعني، انما شخص مقتنع ومؤمن بالفكره بتبان عليه، فدي فرق كبير يعني. لا وده كمان بياكد اللي حضرتك قلته دلوقتي، انه قبل ما تتكلم انت بتفهم في ايه، انت شاطر في ايه، ده كله بيبان عليك، بيبان عليك وانت بتتكلم من غير لا اراديا، من غير ما تحس يعني لو انت بتحب الموضوع تلاقيك مبتسم، متجاوب مع الناس، فاهم الكلام اللي انت بتقوله، متقبل النقد بتاعهم، متوقعه. طبعا دي كلها طبعا حاجات حضرتك استاذنا فيها طبعا. نروح على السؤال اللي بعد كده. طب الناس اللي بدأت دلوقتي واسمهم ملء السمع والبصر زي ما بقول، مشهورين جدا في الكلام او في الحته دي، هل هم طبقوا الحاجات اللي قلت عليها كلها حضرتك دي ولا؟ انا هقول لك حاجه حلوه قوي، لان انا قلت السر يعني الاسرار، تمام. انا لما بدات اركز في الموضوع، بدات ان انا امارس الموضوع دوت، وفي نفس الوقت بدات اقرا، تمام، واشوف المراجع واشوف الكتب. انا من النوع اللي مؤمن بالقراءه قوي، ان هي بتفرق قوي يعني، بتاثر عليك حاجات كتير. في واحد بيحط لك عصاره خبراته في كتاب، لو انت خدت الكتاب دوت والافكار دي هضمتها وبدات تطبقها وحطيت التاتش بتاعك عليها، بتفرق قوي. ففي كتاب من الكتب المهمه قوي اسمه توك لايك تيد، او تكلم لايك تيد. انتوا معظم الناس عارفين ايه هو مؤتمر تيد دوت، اللي هو الناس بتيجي تمام. الراجل دوت حلل، جاب مش عارف اشهر كلمات اتقالت وبدا يحللها، تمام، وطلع ببعض الاسرار. قال لك اكتر ناس عندهم مهاره البابليك سبيكينج او تحدث الجمهور عندهم السمات المشتركه ديت اللي انا اتكلم فيها دي، تمام. اول سر اللي هو بيقول لك الشغف والحماس، زي ما انا بعمل كده دلوقتي، انا عندي شغف وحماس وانا بتكلم عن الموضوع. صحيح. باين من التون، باين من الرياكشنز بقول لك الناس اللي بيبقى عندهم شغف وحماس لا بيبان وبيفرق، تمام، والكلام بتاعهم بيوصل اسرع من اي واحد تاني مش متحمس، مش مقتنع من جواه، عنده افكار متضاده كده فبتبان عليه، بيبقى متحير. فده اول سر من الاسرار، يكون عندك شغف وحماس للفكره اللي انت بتقولها. تاني حاجه، السمه الغالبه، روايه القصص. روايه القصه يا جماعه، احنا كبشر بنحب نسمع قصص، تمام، من واحنا صغيرين لحد ما يعني ايه، من المهد للحد زي ما بيقولوا، كلنا بنحب قصص. القران معظمه قصص، صح؟ لان احنا كنفس بشريه بنحب نسمع القصص. اما من حتى ربنا يعني اما وصل لنا افكار في القران، تمام، وصلها لنا عن طريق قصص. اوكي،
قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، قصص كتيره بقى، اصحاب الجنتين بقى، الصور اللي في الكهف وهكذا. تمام. فالسمه المشتركه ما بين الناس المتحدثين، هم بيقولوا قصص، بيقولوا حكايات. تمام. بيضربوا امثله كتير. فده سر من الاسرار يا جماعه. اهتموا جدا ان انتوا تعرضوا حتى اصعب الافكار، اعرضها على هيئه قصه، مش مشكله خالص، مش مهم يا جماعه. الناس اللي هي اللي هم الجماعه اللي هم بيروحوا الشارك تانك والقصص والحاجات ديت عشان يجيبوا تمويلات وبتاع، بيعملوا ايه؟ الناس دي بتحكي قصه البراند بتاعه، انا عملت ايه وكنت بعاني في كذا وحليت كذا، قصه. تمام. القصه دي لو اتقالت بطريقه كويسه بيجيب بيها ملايين كتمويل ليه. تمام. انفستمنت. فده سر من الاسرار اللي هي القصه. في حاجه بقى تانية بس اوقفك عن الحته دي مهندس هيثم، برضو من كتاكيد على المعلومه. يعني تعرف حضرتك انا اكتر حاجه بجتهد ان انا اعملها في المحتوى اللي انا بقدمه خاص بالعقود، سواء في محاضره او تريننج او حتى بكتبه، الامثله. يعني عمري ما اكتب بوست مثلا كده خبط لازق الناس تقراه وخلاص. لا، لو بتكلم مثلا عن تاخير في برنامج الزمن المشروع، اقول المشروع مدته 10 شهور، كان البلاند 60% في الشهر السابع، حصل انه في الاكشوال كان 50%، في فاريانس 20%. اقول امثله، اقول ارقام، اجيب كيسز، اجيب مثال من قضيه، من نزاع ديسبيوت بين طرفين. اكتر حاجه الحمد لله بتجيلي عليها فيدباك كويسه من الحاجات اللي بعملها، هي زي ما حضرتك قلت بالظبط، هي الكيسز، البراكتيكال كيسز، الامثله او الاكزامبلز. انك القصه، تحكي قصه واحد راح يستلم المشروع، لقى الملك الارض عليها نزاع بالملكيه، ما عرفش يبدا، الملك ضغط عليه يستلم الموقع، استلم، ما عرفش. يعني القصص دي بتشد الناس، بتبسط المفاهيم، وبتاكد على اللي حضرتك قلته، مش كل الناس بتفهم الحاجه بنفس المفهوم. زي مثال الكرسي بالظبط، في كتير جدا من الناس اكتر حاجه بتخليها تنفر من مجال الكونتراكت والعقود هو انه كلام تقيل على القلب، يعني مش لذيذ، مش زيه زي ديزاين، زي اي تخصص تاني. لا، تيجي تقول له بقى الكونتراكت بيقول والقانون بيقول، قانون انت هتقلب لي فيها محامي، طب سلام عليكم، سيبك وامشي. فده تكمل. استاذنا طبعا في موضوع العقود ده الاستاذ الدكتور محمد وجدي شاهين. تمام. دايما بيستخدم الاسلوب دوت، ان هو دايما لما بيجي يشرح دايما بيستخدم قصص كتير، كيسز كتيره، حالات هو قابلها ويبتدي يشرحها، فغصب عنك لازم تتشد. تمام. صح. فده اسلوب مهم جدا يعني. فده سر من الاسرار. السر الثاني بيسموه قاعده الثلاثه او رول اوف 3. قاعده الثلاثه. رقم 3 ده له سر يا جماعه من الاسرار. تمام. لازم الناس تبقى فاهمينه. لو حضرتك عاوز تدعم فكره، تمام، حاول تظبطها في 3 نقاط. انا مثلا لو انا هقول محاضره، دايما هخلي المحاضره بتاعتي بتدور حوالين 3 نقط بالكتير قوي. ليه؟ احنا عندنا اللي بيسموها ايه، الوركينج ميموري او الذاكره العامله. احنا عندنا في ذاكره، عندنا في نوعين من الذاكره. الذاكره اللي هي اللحظيه دي العامله اللي هي شغاله معانا دلوقتي، وفي الذاكره طويله الامد اللي هي بتخزن الحاجات بقى، اللي هي ممكن تخزن لك حاجات من الطفوله تبقى معاك لحد دلوقتي. فانت الوركينج ميموري او الذاكره العامله بتاعتك ديت بتقدر تستوعب من 3 ل 5 افكار بالكتير قوي. يعني واحنا مع بعض لو انا قلت 10 افكار 15 فكره، الناس هتنسى كل الافكار. انما لو انا قلت 3 افكار بالكتير قوي، الناس هترسخ في دماغهم الفكره. فدايما بيقول لك السر من الاسرار ان انت حاول تظبط الكلام اللي انت بتقوله، السبيتش اللي انت بتقولها، المحاضره اللي انت بتقولها، حوالين 3 نقط رئيسيين. تمام. حتى دايما حضرتك تلاحظ دايما رقم 3 اشارات المرور 3 مثلا. تمام. السلوجان بتاع الشركات مثلا نايك جاست دو ات، 3 ارقام في اتساق. حتى عشان تعمل باترن او تعمل نموذج، اقل حاجه لازم تعملها هم 3 حاجات. فبيقول لك ايه، دايما حاول تظبط الكلمه حوالين 3 افكار رئيسيين كبار، وممكن تتشعب بس يبقوا 3 ارقام كبار. تمام. او 3 افكار كتيره، وتبتدي تتشعب من تحتهم، يبقى من تحتهم افكار ثانيه. فبيقول لك رول اوف 3 ده، حاول دايما تظبط كلامك حوالين ال3 افكار دول. تمام. اوكي. تمام. حتى كمان في ديننا الاسلامي، يعني دايما لما بنيجي ندعي بتدعي ب3.
تمام. اما بتيجي تقول سبحان الله، حتى الادعيه بتبقى بتقول 3 مرات. رقم 3 ده مهم عشان ترسخ في دماغك يعني. طيب ده سر من الاسرار. السر الثاني التحضير والممارسه. تمام. حاجه مهمه جدا يا جماعه. انت حضرتك عاوز تتميز في البابليك سبيكينج وتحدث للجمهور، لا لازم تتدرب. معلش اتعب شويه على نفسك، اقعد في البيت. تمام. هات الورقه وقلم، اكتب، قول انا هقول 1 2 3 4 5 6. ابتدي كرر مره واثنين انت لو عايز تتميز يعني. لو مش عايز تتميز تبقى زي بقيه البشر، اوكي. لو انت عايز تبقى من ال1% اعمل كده. لو انت عايز تبقى من 99% التانيين ما تتدربش وما تكررش كلامك وتبتدي تشوف. وممكن تجيب ناس يشوفوك ويبتدي يدي لك كومنتات ويقول لك لا دي عملتها كويس، دي عملتها وحش، حسن من دي وهكذا. فده سر من الاسرار، ان الناس المتميزين، الناس الكبار البابليك فيجرز اللي بيقولوا اللي هم المتميزين كانوا بيتدربوا كتير. تمام. فده سر من الاسرار. طيب طبعا الاداء الجذاب. اتفضل هتقول حاجه. اول سر على موضوع التدريب ده، انا اعرف واحد كان بيقول ان هو اول ما بدا يعمل فيديوهات على لينكد ان كان بيقعد في العربيه يسجل فيديو ياخد نص ساعه او ساعه ونص. لا ما انا هقول لك بقى، انا هقولها كمان شويه يا اخي، ما تحرقهاش. انت تعرفه؟ حضرتك تعرفه؟ انا هقول الكلام ده دلوقتي. طيب ماشي. طبعا السر من الاسرار طبعا البادي لانجوج يعتبر زي ما قلت يعني، مش هكرر الكلام تاني. الاداء الجذاب، القصص، في حاجه اسمها قاعده ال 18 دقيقه. بيقول لك ان اقصى احنا البشر عندنا بنفقد تركيزنا بسهوله قوي. تمام. عندنا بيقول لك ايه شورت اتنشن سبان. فبيقول لك اقصى حاجه لما تيجي تتكلم ما تتكلمش اكتر من 18 دقيقه. لو انت بتتكلم قصاد جمهور هتلاقي كده، حتى هتلاقي مؤتمرات تيد كلها هم 18 دقيقه. او حتى كمان لما انت في المؤتمر الفيديك اتكلمت كام دقيقه؟ 20 دقيقه. 20 دقيقه. هي ما بتزيدش عن كده. ما تحاولش ان انت تتكلم كتير. حاول تظبط كلامك ان هو يدور حوالين ال 18 دقيقه دول. طبعا البساطه والسهوله دي برضو سر من الاسرار. ما تقولش حاجات. شوف انا هقول لحضرتك حاجه، انت خش على اليوتيوب وشوف استاذ الماركتنج ستيف جوبز. ده كان استاذ في الماركتنج يعني. تمام. كان جينيوس في موضوع الماركتنج. شوف الكلام اللي هو بيقوله وما كان بيعرض المنتجات، هتلاقيه بيقول افكار وكلمات، ما بيقولش حاجه صعبه خالص، ما بيقولش مصطلحات صعبه خالص، مع ان هو يقدر. تمام. بس هو عشان بيعمل ماركتنج، بيعمل تسويق للمنتجات بتاعته، وعايز كلامه يوصل للكبير وللمتوسط وللصغير. البساطه في الكلام بتوصل. حتى اشهر الخطب يعني هم طبعا للاسف، بص عشان انا مش من النوع المهووس بالاجانب، بس هو للاسف احسن كتب واحسن مراجع بتلاقيها في الحاجات دي هم للاجانب. فدايما هم يقول لك ايه، مثلا الخطاب بتاع كينيدي اما كان بيقول للشعب الامريكي على المهمه ان احنا نروح للقمر بعد مش عارف كام سنه، ويبتدي يحللوا الكلمه اللي هو قالها، تلاقي الكلام بيقول بسيط خالص. تمام. اللي هي الخطبه بتاعت اسمه ايه دوت اللي بيقول لك اي هاف ا دريم، اللي هي بتاعت مين كان اسمه ايه، اللي هو الراجل الاسمر اللي هو مارتن لوثر كينج. اللي هو لما كان بيقول لك كان لسه في امريكا عندهم الموضوع التفرقه ما بين البيض والسود وبتاع، وقال خطبه. تمام. اللي هي بتاعت اي هاف ا دريم، دي لسه موجوده. شوف الكلام هتلاقيه كلام بسيط خالص يعني. فدي كلها اسرار. ده يا جماعه الاسرار دي انا جبتها منين؟ من كتاب اسمه يعني برضو عشان ندي هديه للناس. انا هديك بعض الكتب، ما اعرفش بقى حضرتك هتبعتها للناس ازاي، انا ما اعرفش. تمام. فانا مهمتي يا جماعه عشان تمسكوا في خناق المهندس احمد، انا هديله شويه مجموعه كتب اوكي في البابليك سبيكينج انا اعتمدت عليها وقريتها، ويا جماعه فادتني جدا جدا جدا. تمام. ف دي بعض من ضمن الاسرار. ده من ضمن تتعلم وتتقن مهاره البابليك سبيكينج، اللي هو تقرا كتب وتشوف مصادر معينه. ايوه. تمام. او قصه ثانيه بقى، نروح تاخد تريننج متخصص بقى، فواحد هيختصر عليك المسافات. يعني انا اتعلمت بالطريقه الصعبه. انا ما خدت، خلي بالك، انا ما خدتش تريننج في البابليك سبيكينج. انا هحكي لك انا عملت ايه كمان شويه. تمام. فدي الطريقه الصعبه اللي خدت مني وقت شويه. في طريقه ثانيه ان انت تروح تاخد وحد متخصص في البابليك سبيكينج هيأثر عليك مسافات كتيره قوي. تمام. يعني من ضمن الاسرار بيقول لك ان انت عشان الناس تفتكر في المحاضره بتاعتك او في الكلام بتاعك،
ان انت تعمل حاجه بيسموها اللي هو الافكار الصادمه، او انت عارف ما تقول فكره صادمه تنبه الناس. تمام. الافكار الصادمه دي بترسخ في عقول الناس وما بتنساهاش. يعني انا استخدمت الاسلوب ده في بعض الكلمات اللي انا قلتها على الستيج، وفعلا الناس يعني رسخت في دماغها الفكره اللي انا قلتها ديت. طبعا انا مش بالف قصه، لا هي فكره صادمه، ممكن تكون فكره صادمه، احصائيات صادمه مثلا للناس، الناس تستغربها. الحاجات ديت بتفرق معاك قوي عشان الناس تتذكرها يعني. بس فدي بعض الاسرار. انا هدي لحضرتك بعض الكتب ودي ربنا يعينك بقى تديها لهم ازاي، انا ما اعرفش. لا ما تقلقش، ان شاء الله ندبرها باذن الله ونظبطها. هي برضو ده سؤال جالنا في الكومنت اهوت من زميلتنا المهندسه اسراء، بتقول لك ايش اهم الكتب المفيده في المجال؟ فاحنا برضو انا في كتابين هديهم لحضرتك عشان بس اللي هو توك لايك تيد. انا يمكن يكون عندي بالعربي، انا يمكن يكون مترجم، انا هديه لك بالعربي والانجليزي. وفي كتاب بتاع براين تريسي ده واحد من المشهورين جدا في موضوع البابليك سبيكينج، اسمه سبيك تو وين، اتكلم عشان تفوز. ده برضو من الكتب المهمه اللي كانت الناس دايما مرجعيه، فانا هديك الكتابين دول يعني. تمام. خلاص، انا عجبني كلام المهندس هيثم قوي، مبسوط قوي، وما عنديش المهاره دي. اعمل ايه بقى عشان اتحسن فيها؟ ايه الخطوات اللي اخدها عشان هنطول قوي؟ طب انا خليني الاول يعني اقول للجماعه انا تجربتي الشخصيه. تمام. انا هقول للجماعه تجربتي الشخصيه. انا كنت انسان عادي بتكلم بطريقه عاديه خالص، ما كانش في دماغي موضوع البابليك سبيكينج. بس لما اللحظه اللي انا قررت، بس ده خلي بالك دي اول نقطه، ان انت بتغير في المايند سيت، بتغير في طريقه تفكيرك. ان انا قررت في لحظه من اللحظات، لا يا جماعه انا عايز اغير، انا عايز اكون واحد كويس في البابليك سبيكينج، احترفه. تمام. يعني انا في مخيلتي، انا بتكلم بجد، ان انا من جوايا دلوقتي انا بقول لك ان انا في لحظه ما هيثم القط ده يكون اشهر واحد بيتكلم في البابليك سبيكينج في الميدل ايست. ده انا مش بقوله كده، لا ده انا ده الموضوع راسخ جوايا يعني. تمام. لان انا شفت ناس ماشي. انا قبل ما بعد فتره، بعد اطلع على الستيج كتير، تمام، انا خليت 3 اشخاص متخصصين في الموضوع ده يقيموا فيديوهاتي اللي هي على الستيج. 3 متخصصين في البابليك سبيكينج وفي التريننج وفي الحاجات ديت. قلت لهم يا جماعه خدوا قيموني. اول واحده دكتوره، اول ما بعت لها الفيديو وشافته ضحكت، قالت لي بصراحه انا يعني ايه، انا بحاول اجيب لك اخطاء بس مش عارف، مش لاقيه لك. واحد تاني متخصص قال لي كده بنفس اللفظ، قال لي بص يا مهندس هيثم، انت في السويت سبوت. قال لي انت في حته كده مختلفه شويه عن الناس. تمام. وبدا ايه عشان بس ايه يحلل اللقمه زي ما بيقولوا يعني، بدا يقول لي انت دي مره قلتها كده، فانت ممكن تكون حاجه يعني حاجه ما حدش ياخد باله منها يعني. دقيقه قوي يعني، دقيقه. فانا اقول لحضرتك انا بدات ازاي. انا بدات اول حاجه بداتها تغيير في المايند سيت، في التفكير، في طريقه التفكير. لا يا جماعه انا قررت ان انا لازم اكون بعرف اتكلم كويس. تمام. اول حاجه عملتها، اول حاجه انا جبت موضوع بفهم فيه او درسته، كنت واخده في الماجستير، تمام، اللي هو النيجوشيشن سكيل او مهارات التفاوض. وقررت ان انا في لحظه ما ان انا ابتدي اتكلم عنه واعمل فيديوهات واحطها على لينكد ان. بس دي اول فكره، دي اول خط. تمام. فبدات عملت ايه؟ بدات انظم افكاري، جبت ورقه وقلم، قلت هتكلم في كذا وكذا 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 وكذا. وبدات اتدرب شويه، وقمت حاطط الكاميرا وانا في العربيه في الباركينج بتاع الشغل الصبح بعد ما وديت الولاد المدرسه، وقدامي مش عارف نص ساعه او ساعه قبل ما اطلع الشغل. تمام. عشان في السعوديه انت عارف ان الولاد بيروحوا المدرسه بدري. تمام. بدري بيروحوا بدري قوي غير مصر يعني مثلا. فانا قدامي ساعه، حطيت الكاميرا وبدات. اول فيديو كانت دقيقه ونص، عشان اعمل الدقيقه ونص دي قعدت ساعه كامله اصور فيها. تمام. اصور واتلخبط واعمل ومش عارف ايه واعرق والقصه دي. بس في الاخر طلعت فيديو دقيقه ونص، تخيل. تمام. الموضوع بدا سنه سنه. تمام. بدات احاول اعمل فيديوهات بصوره مستمره في نفس المسار، بشوف انا هتكلم في ايه. طبعا ببتدي احضر الكلام اللي انا هقوله. طبعا الموضوع الساعه دوت التحضير ده بقى قل، بقى نص، بقى ربع. ما انت خلي بالك، ما هو استمراريه. تمام. وكنت مهتم جدا بالاستمراريه. خلي بالكم يا جماعه، كنت مهتم جدا بالاستمراريه اكتر من جوده الفيديو.
الكواليتي بتاع الفيديو ما كنتش مهتم بيه قوي. انا كنت عايز ابسط البروسيس قوي، ابسط العمليه، ان انا بحط كاميرا الفيديو بصور واقوم رافع على طول. خلي بالكم يا جماعه، انا كنت بصور وما بعدش الفيديو، بشوفه وانا غلطت، طب انا ادائي كويس وحش. ما كنتش مهتم بالقصه دي، انا كنت مهتم بالكميه، بالبروجرس، ان انا عايز اعمل فيديوهات، عايز اتكلم كتير، تمام، وعلى طول بعمل ابلود على لينكد ان وعلى اليوتيوب وات ايفر يعني. اوكي، زي ما تيجي. سنه بقت ايه الموضوع، التحضير بدا يقل، بقاش ياخد مني وقت، تصوير الفيديو بقاش ياخد مني وقت. بقت في لحظه ما وصلت لمرحله ان انا في اي لحظه ممكن تيجي في دماغي فكره، اقوم راكن العربيه واقوم حاطط كده يعني، فعلا ده اللي كان بيحصل. اقوم حاطط الكاميرا او حاطط الموبايل واصور واقوم عامل ابلود بس، تمام. حتى كمان تحضير الفيديو بقى في دماغي فقط، مش في ورق، تمام. واستمريت على الموضوع ده خلاص يعني، خلاص الموضوع دلوقتي ان انا عايز اعمل فيديو هعمل في اي لحظه في اي وقت، ما عنديش اي مشكله خالص. واشوف اي فرصه، ماشي، مراتي بتعمل شوبينج مثلا، بتشتري حاجه وانا مستنيها تحت، اقوم حاطط البتاع ومتكلم في موضوع وخلاص، تمام. بدات اخد سنه كمان، تمام، ان انا بدات اقرا في الكتب، تمام. الكتب اللي انا بقول لحضرتك عليها، بدات في افكار، تمام. بدات اخد كمان ستيب كمان، ان انا بدات اعمل زي ما حضرتك بتعمل كده ايه، بودكاست، بقيت استضيف ناس نبتدي نتكلم مع بعض، تمام. سنه سنه الناس بدات تستضيفني، وبدات اعمل حاجه مهمه جدا مهندس احمد، سر من الاسرار يعني، ان انا بدات اتدرب على الارتجال. اللي هو ايه، اللي انت حضرتك، بس انا بقتش يعني، عملتها كذا مره وبعدين وقفتها. اللي هو ايه، انت حضرتك طالبني في موضوع، تقول لي احنا تعالى معايا هنعمل في لايف وهنتكلم في موضوع، وتعالى نظبط مع بعض الاسئله. فانا اقول له لا، ما تقوليش الاسئله. وكنت اتعمد اروح مش محضر. ليه؟ عشان انا عايز ادرب نفسي على الارتجال. اما حد يسالني سؤال غير متوقع، انا هفكر ازاي هعمل ايه. طبعا عملت الموضوع 3-4 مرات، وبعدين قررت يعني بعد ما اطمنت ان انا بعرف ارتجل، قلت لا خلاص ستوب، لا انا اي حد هيضايقني يعني، انت حضرتك اما دعيتني، لا انا حضرت قبل ما اجي لك، تمام. عشان ايه فبدات اخد ستيب، تمام. الستيب الثانيه بقى الناس بقى تيجي، طب تعالى قول لنا كلمه في مؤتمر. بقيت اروح، بقيت اقف على الستيج، بقيت اتصور، اشوف نفسي، الناس تقيمني، تديني كومنتات، ابتدي احسن من نفسي وهكذا. فهي دي المرحله. والمرحله بقى الاخيره بقى اللي انا بعملها دلوقتي، ان انا هبتدي ادرس البابليك سبيكينج. انا عامل كورس اوريدي، لسه ما اعلنش عنه، بس هو يعني تقريبا يعتبر خلص، فهبتدي ادرس، تمام. فدي تجربتي الشخصيه، تمام. تجربه بسيطه طبعا، دي تجربتي الشخصيه. ممكن حضرتك تقول لي الكلام دوت، لا انا مش هقدر اعمل كل الكلام ده، بقول لك دي تجربتي، شوف ما يصلح ليك. انت ممكن تاخد كورس يوفر لك، ممكن تتدرب مع حد يوفر لك القصه ديت. بس في نقطه مهمه جدا يا مهندس احمد، التعلم حاجتين او له مراحل. ده تعلم اي حاجه في الدنيا، حاجه بيسموها الباسيف ليرنينج والاكتيف ليرنينج، اللي هو ايه، اللي هو التعلم السلبي والتعلم الايجابي. حضرتك اما حد يجي يبص يتفرج علينا دلوقتي، بس مجرد بس يتفرج على الفيديو دوت، على اللايف دوت، ممكن يخرج بعد اللايف ده وهو راسخ في دماغه 5% او 10% من المعلومات. ده بيسموه باسيف ليرنينج، تمام، لان هو مجرد بيسمع بس. طيب خد خطوه وقرا كتاب، ال 5% دي او 10% دي بقت زادت شويه، بقت 20%، تمام. طيب راح حضر ورك شوب، ناس قاعدين وبتتكلم وانجيجمنت وي ال 20% دي بقت دلوقتي هنا بقى تحول بقى اكتف، تمام. زادت اكتر، تمام. بدا ان هو يمارس الموضوع، اي موضوع بقى بيمارس البابليك سبيكينج. الموضوع وصل ان هو بقى اعلى واعلى واعلى، بدا يدرسه، وصل بقى لدرجه بقى 90% و100%. فدي درجات التعلم، انت خليها راسخه في دماغك، ان انت بتنتقل من التعليم السلبي، ان انت بتقرا، بتشوف بعينك، بتسمع بس، لحد ما تعمل انجيجمنت او تعمل بقى تبتدي تشمر وتدخل بايدك وتبتدي تتعلم بايدك. اكتيف ليسننج بتفرق كتير قوي معاك. بس ده ينفع. طبعا الحديث معاك يا مهندس هيثم بصراحه شيق وممتع، وعايز حلقات كتيره جدا الصراحه نتكلم في الموضوع، بس الحديث وللاسف الموضوع كتير متشعب وممتع. بص، الموضوع متشعب كتير قوي يعني، احنا بندي بس هنتات يعني.
يعني انت عارف حضرتك كل ما تيجي تقول حاجه انا افتكر موقف حصل لنا شخصيا ببقى عايز اقوله بس مش عايز اوقفك عشان الحديث يبقى سلس. يعني انا افتكر التعليم السلبي والتعليم الايجابي ده، بالمثال حضرتك قلته الكيرف التعلم. انا جالي عارف انت حضرتك الجماعه بتوع التالنت اكوزيشنز اللي هم بتوع الاتش ار، استقطاب المواهب. طبعا هم اتش ار بداوا يغيروا اساميهم الفتره اللي فاتت كده وبداوا يجيبوا اسامي شيك شويه. بالظبط. فواحد تواصل معايا من شركه هنا في السعوديه من سنتين بالظبط، انا فاكر كويس جدا. طبعا كنت منبهر جدا باسم الشركه والشخص وان هو بيكلمني شخصيا وهكذا. فانا لما عملت معاه انترفيو قال لي كانت طويله طبعا. الحاجه اللي لمست معايا دلوقتي ولها علاقه بالموضوع هي فكره انه اكتر حاجه شدته في ان هو يطلبني ان اعمل انترفيو واكون مناسب بالبوزيشن اللي هم طالبينه، هي فكره الليرنينج كيرف عندي، تعلم عندي. قال لي انا شفت الليرنينج كيرف عندك من 3-4 سنين غير النهارده، مختلف تماما. في مجال انت كنت بادئ سايت كونتراكت ادمن ولا سايت كونتراكت ادمنستريتور في موقع، وبعدين دلوقتي مانجر في ماسك مجموعه من المشاريع تعدي البليونز يعني من الريالات او مليارات الريالات، ودلوقتي بشوفك بتدي تريننج وبتكلم الناس في العقود وبتنزل محتوى في العقود. ما شاء الله عليك يعني. صح. فدي حته زي ما حضرتك قلت بالظبط، انها اكتر حاجه شدت الناس، انه فعلا لا الليرنينج كيرف بيتحرك. صح. بالممارسه. صح. زي ما حضرتك انا طبعا الناس اللي ما قبل اللايف كان المهندس هيثم قال لي شهاده كويسه جدا، حابب يعني انا بعتز بيها طبعا والله. من زي ما هو قال كده ان هو عرض الكلام او الببليك سبيكنج بتاعه على خبراء عشان يقيموا الموضوع. صراحه هو عمل مبادره وقيم الاداء بتاعي على المحتوى على لينكد ان سواء الفيديوهات او غيرها، وقال لي شهاده كويسه جدا، انا مبسوط منها جدا. ان هي الحمد لله في تطور مستمر وللاحسن يعني. فانا طبعا حابب اشكره قدام الناس كلها طبعا، شكرا جزيلا، لان انا والله بتعلم من حضرتك. والله انا يعني كتير جدا من الحاجات اللي حضرتك بتنزلها سواء كتب او سواء دروس بسيطه كده، انا فعلا اتعلمت منها كتير. انا اكد بس على حاجه تانية عشان نربط بس الاحداث ببعضها، الناس ما تفكرش احنا بنتكلم كلام نظري. المهندس هيثم بيقول ان هو انا ما قلتش ولا حرف نظري حتى هذه اللحظه، ولا حرف، كلام عملي بحت. انا عارف، انا اكتر واحد اكد. يعني انا افتكر المهندس هيثم في فكره ان الكواليتي بتاعت الحاجه اللي انت بتطلعها. انا افتكر ان انا عندي رغبه من فتره طويله جدا ان انا اكتب محتوى وانزل فيديوهات ومش عارف، بس كان جوايا رهبه وخوف، والناس هتعلق عليا تقول ازاي وما عنديش كاميرات وما عنديش كاميرا كويسه وما عنديش فيديو وما عنديش مايك، مش عارف انا ما عنديش لبس كويس اطلع بيه، او عندي كويس بس انا قلقان ان هو ما يكونش كويس. فشويه متردد في حاجات كتير جدا. غبت 3 سنين بالظبط متردد ان انا اطلع، لحد ما زي ما حضرتك بالظبط كده اكتب وسند خلاص ببلش خلاص، ما فيش لحد ما ده بيسموه بص بروجريس اوفر بيرفكشن، اللي هو بالزبط. الاستمراريه اكتر البرفكشن دي، او ان انا اعمل حاجه بالكمال اوصل للكمال، دي حاجه معطله جدا يعني. بالظبط. فشكرا جزيلا لحضرتك مهندس هيثم على الموضوع المهم وعلى قبول الدعوه. ده كان عندي كلام كتير قوي. يلا مش مشكله بقى. احنا عندنا الساعه، بس هنسمع من حضرتك. خلينا ناخد كده بس انا حابب طبعا خليني بس ادي حاجه في النهايه كده. بصوا يا جماعه، العوامل اللي هتساعدك في موضوع البابليك سبيكينج، تمام، ان انت حضرتك تتدرب كويس، مارس الموضوع، ما تقلقش. على فكره الناس اللي انت بتتكلم قدامهم هو مش جاي يتصيد لك الاخطاء، تمام. اوعى تفتكر تبقى داخل قلقان ان هو لا، ده هو الراجل عايز يسمع منك، تمام. هو حتى ممكن في بعض الاحيان يبقى سبورت ليك، يعني ما يشوفك قلقان شويه، لا ده هو نفسه ان انت تهدى شويه كده وتقول افكار بيساعدك، تمام. فمارس مارس البابليك سبيكينج او الخطابه، تمام. ابتدي اقرا بعد اذنك، معلش انا عارف القرايه دي تقيله على قلب الناس شويه، اقرا شويه، تمام. او عايز بقى تاخد كورس، دي قصه ثانيه، يبقى تعالى لي بقى اما اعمل الكورس ان شاء الله، تمام. الفيدباك والتغذيه الراجعه، ان انت تعرض وتسمع الفيدباك من الناس. واحد ينتقدك مش مشكله خالص، ينتقدك يقول لك لا دي البدايه دي ما كانتش حلوه، انت قلت دي كذا، ارجوك خلي عندك تقبل للنقد، ده في مصلحتك. من العوامل المساعده برضو القرايه يا جماعه. ما هو انت بص خلي بالك، انت عشان تطلع تتكلم كتير محتاج يكون عندك حصيله لغويه وحصيله معرفيه. دي هتجيبها منين؟ دي لو انت عندك خبرات كتير، هتلاقيها، تمام.
لو انت بتقرا كتير تمام وبتقرا كتب كتير هتلاقي في عندك افكار غزيره كده بتيجي في دماغك حتى وانت خلي بالك انت لما بتقرا في حاجات بتتخزن بتظهر في بعض المواقف مش شرط ان انت تفتكرها في اللحظه دي تمام. فلازم تكون عندك حصيله لغويه وحصيله من المعارف ومن الخبرات تبتدي تتكلم. حاول تتغلب على القلق النفسي تمام. كلنا بنقلق يا جماعه. شوف انا طلعت على الستيج كذا مره اول 10 ثواني اول 20 ثانيه ببقى قلقان طبيعي جدا يعني. كل الناس على فكره حتى واحد ممكن يكون بقاله 100 سنه بيتكلم قصاد ناس اول 10 ثواني 20 ثانيه بيبقى قلقان شويه تمام. ده انا كنت شفت واحد برضو من الاساتذه الكبار وبيدي كورسات وبيدي تريننج وي قال لك فتره من الفترات بدات ان انا اقلل من ان حد يجي يطلبني اطلع على الستيج لان الموضوع مرهق نفسيا بالنسبه له هو بيبقى قلقان قوي تمام مع انه متمرس جدا. فالموضوع يا جماعه عادي طبيعي جدا يعني ما تقلقش يعني. بس دي حاجات سريعه كده يعني. انا افتكر استاذنا الدكتور شريف الهجان كنا بناخد معاه كورس كليك مش عارف الدكتور ربنا يبارك في عمره الدكتور شريف يعني استاذ طبعا من اساتذه العود في الوطن العربي يعني. اول ما بدانا كان بيقول انا بعمل ابديت للبرزنتيشن دي قبل كل محاضره اضيف كيسز اضيف كيسز ستاديز احاول اجيب لكم افضل حاجه ممكن توصل لكم المعلومه ببساطه بسهوله وحاجات يعني تاكيدا لكلام حضرتك التحسين المستمر لا ينتهي. صح. انا طبعا خلينا نعرض على حضرتك شويه حاجات كده من الكومنتس. لو في اسئله يا ريت لو في اسئله يعني مثلا هو في ميكس كده بين الكومنتات المهندسه لميس او المهندسه لميس بتقول انه مهندس هيثم ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ابدا فيديوهاتي الخاصه فمش انا لوحدي اللي بتعلم من حضرتك كلنا بنتعلم منك والله. استاذه لميس صديقه يعني يا فندم. المهندس خالد ربنا يجزيه خير. الدكتور عبد الرحمن شكرا جزيلا. دكتور عبد الرحمن صديق الدكتور عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن بقيس ايوه. المهندسه رحاب رحمي شكرا جزيلا. انا يعني دعواتك يا دكتور ان شاء الله انا لسه يعني مهندس. الاستاذ حسام بيقول طبعا البابليك سبيكينج انا اول طالب مع حضرتك في الكورس ان شاء الله المهندس حسام. ان شاء الله. المهندس ضياء شكرا جزيلا. حسام تعلم الارتجال ولكن لا ترتجل دي طبعا دي انا قلتها من يومين تعلم الارتجال لكن لا ترتجل. بقول لك انا متابعك يعني. موضوع القراءه تمام المهندس عاصم حبيبنا المهندس عاصم. والبابليك توك لايك تيد تمام. المهندس خالد بيقول لك من الحاجات اللي بشكر اللي يشكر عليها انه بيشارك الكتب واللي بيقراها. طبعا انا عارف قائمه كده بتعملها ابديت كل شهر. شكرا جزيلا. على فكره القائمه بتاعت الكتب دي اصل في ناس فاكره ان انا كنت بستعرض. على فكره انا كنت اما بقرا كتاب كنت عامل اكسل شيت بكتب فيه بس كده بس بكتب الكتاب ومين المؤلف وي ففي لحظه من اللحظات قلت الله طب ما الناس طب ما انا اشاركه مع الناس الفايل يعني. ما كانش في دماغي خالص ان انا في يوم من الايام هشارك الفايل بتاع الكتب ده مع الناس يعني. فانا ما كانش القصد. لا هو حاجه مميزه جدا جدا. بعرض يعني. لا وبشوف حضرتك كمان بتنزل اوقات غلاف الكتب دي بعض الكتب دي طبعا وبنعمل سيرش عليها وحاجات كتير متاحه يعني بدي اقتراحات يعني. ربنا ينفع بيك شكرا جزيلا. مهندس سامح شكرا جزيلا. مهندس عماد شكرا جزيلا. مهندس احمد شكرا جزيلا لكل الناس اللي حضرت معانا. معلش مش هقدر اقول كل الكومنتس عشان ما ناخدش وقت كتير من وقتنا. مع اني على فكره كنت محضر كلام كتير قوي. هو المهندس احمد هو اللي قفل مش انا ماليش دعوه. انا على نفسي والله. طب ايه حضرتك نكمله في جزء تاني بقى على حسب وقتك ما يسمح. لا خلاص هو مره وخلاص بقى نتكلم بقى في موضوع تاني. انا من النوع اللي ما بحبش اكرر نفسي يعني. تاني مره حد يستضيفني اتكلم في اداره مشروعات عن موضوع يستضيفني واحد تاني بتكلم في موضوع تاني تلاقيني مره بتكلم في مهارات التفاوض مره يعني ما بحبش اكرر نفس الكلام يعني ببقى متضايق يعني. تمام. طيب شكرا جزيلا لكل الناس اللي حضرت معانا وبفكركم مره تانية كل اللقاءات اللي فاتت اللي مهتم بيها يعني موجوده على اليوتيوب وقناه اللينك بتاع قناه اليوتيوب موجود كمان في البوست ان شاء الله. وطبعا كمان بعد يعني مره تانية بكرر شكر المهندس هيثم على قبول الدعوه وعلى التحضير المميز للقاء
وعلى السلاسه في الحوار. والله بجد شكرا جزيلا مهندس هيثم، انا شخصيا استفدت من اللقاء، وان شاء الله هسمعه مره واثنين وثلاثه لحد ما احاول اطبق كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها. واسيب لحضرتك تختم بقى الحلقه لو في اي حاجه عايز تقولها نختم. لا شكرا ليك للدعوه، وشكرا الناس اللي هم استثمروا شويه وقت، عطلوا نفسهم ان هم يسمعونا، وارجو ان احنا نكون اضفنا قيمه ليهم. يعني انا فعلا ده هدفي دايما، انا بحب اطلع ان انا اضيف قيمه للناس، عشان يقول الناس لا ده انا ما عطلتش وقتكم يا جماعه، انا قلت فكره، قلت معلومه تمام تفيد حد. ودايما بحب ان ان بعد ما الناس تخرج من المحاضره او من اللايف، لا يبتدي يغير شويه في طريقه تفكيره، يبتدي ياخد خطوات. وده عندي بالنسبه لي حاجه كويسه جدا، يعني انا بدات احرك الناس في اتجاه ايجابي بس كده. يعني ان شاء الله ربنا ينفع بيك يا مهندس هيثم ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا، و يعني الناس تستفيد بيه ويكون علم نافع لنا كده في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله تعالى. ونختم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم.